حكاية قديس وشهيد. تعال نعرف قصة الساحر التائب. أنا اتولدت في أبوتيك من محافظة أسيوط من أسرة فقيرة جدا وفي القرن ال17، وسموني أهلي بأبو السعد الأبوتيجي، وكانوا أهلي من أسرة فقيرة جدا. فعلشان كده كنت بحب أقعد مع نفسي وكنت بكتب الشعر وبنظمه جميل جدا وكنت ذكي. وفي الفترة دي وقتها كانت فترة السياسة، وكانت الفترة دي معروفة بالعثمانيين والمماليك والحملة الفرنسية واللي حصل في البلد. فكان في مجاعة شديدة جدا لدرجة ان الناس مش لاقية شغل ومش لاقية اكل، فالناس كانت تعبانة جدا في المعيشة. ده فكر والدي وقال يلا بينا نروح نعيش في القاهرة وهناك هنشتغل ونلاقي ناكل. فخدني والدي وخد اخواتي معايا. بعد ما رحنا القاهرة وعشنا في شقة صغيرة جدا في الأزبكية، برضو قابلتنا المشكلة اللي كانت في الصعيد ان مفيش شغل والناس كانت عيشتها تعبانة جدا جدا. فقررت في الوقت ده اني انا اشتغل في كتب السحر، وبدأت بكتب صغيرة وبعد كده اشتهرت جدا وبقيت اجيب كتب كتير واقرا في الكتب. وفكرت ان انا اعمل حركة صعبة جدا، ان انا ادخل في وسطهم المزامير، الناس تفتكرني ان انا بعمل كده بالمزامير. كل ما يجيني حد اقعد اقول مزامير في وسط الحاجة علشان الناس تفرح وتقول ده بيتكلم بكلام ربنا فيدوني فلوس. وبالفلوس دي بصبحت غني جدا، وكانت الفلوس عندي بتزيد يوم بعد يوم، مشهور جدا ما بين الشعب وحاسس انه انا خلاص مفيش حد ساحر زي خالص في العالم كله. لكن في يوم الناس المسيحيين اللي عارفين ربنا اتضايقوا مني جدا وقالوا للبابا مرقس الثامن اني تروح وتشوف لك حل معاه علشان كده البلد هتخرب بسبب اللي هو بيعمله. وبعد كده البابا راح جاني وحاول معايا وانا استهترت بكلام البابا هو بيتكلم، وطلبت كمان من الشياطين ان هم يطلعوني للسماء والبابا قاعد. وفعلا الشياطين قعدت تطلع بيا لغاية لما طلعت بيا مسافة عالية جدا للسماء. وبعد كده الشياطين راحوا سابوني ان انا اقع، وكنت هقع خلاص على الارض، فكده كنت هموت. لقيت انه العذراء خدتني ومسكتني وهي اللي ما خلتنيش حصلت الارض. وبكده العذراء عملت معايا المعجزة الجميلة دي وقدام البابا مرقس. قلت للعذراء وعدي مني انت والبابا مرقس ان انا ما هرجعش تاني اعمل اي حاجة فيها سحر. لكن بعد ما فلوسي قلت وحسيت انه مش هيكون معايا فلوس بعد كده، رحت قلت بس ده انا متجوز ومعايا عيال وهصرف عليهم ازاي، انا هرجع تاني للسحر مش هينفع كده. رحت رجعت تاني للسحر، راح جاني شلل في جسمي كله ما عدا بقي، كنت بتكلم عادي. قعدت اصلي لربنا كتير قوي. راحت جاتني العذراء قالت لي انت مش هتخف تاني طول ما انت بتقول كده وبتوعد وانت ما وفتش بوعدك لربنا وغيرت تاني ورجعت ساحر كده، انت مش هتخف تاني. قال لها طب اعمل ايه؟ قالت له ترمي كل الكتب اللي عندك في البحر علشان تخف. فراح قال ندهت على ابني وقلت له خد الكتب وارميها في البحر. راح ابني عمل نفسه ان هو خد الكتب لكن كان واخد جزء قليل منه ورماه في البحر. فانا فضلت تعبان. فرحت بعد كده قلت له يا ابني انت متاكد رميت الكتب؟ انا مش بخف. قال لي انا الصراحه رميت جزء بس. قال له طب خد باقي الكتب خليني اخف، ارميها في البحر علشان اعمل زي ما العذراء مريم قالت لي واخف. خد باقي الكتب ورماها في البحر. في الوقت ده ابني بيقول ان حصلت موجة شديدة جدا، البحر كأن هاج من لما الكتب اترمت فيه. وبعد كده الولد رجع قال لي يا بابا انا رميت كل الكتب في البحر. لقيت نفسي ان انا اتحركت وقمت من على السرير وبقيت كويس خالص. ومن بعديها شكرت ربنا واترشمت شماس وبقيت بعبد رب المجد يسوع المسيح. وكمان انا اللي كاتب مدايح العذراء مريم اللي بتتقال في اجمل شهر هو شهر كياه. وكمان كتبت مدايح للشهداء والقديسين. ودي كانت قصتي انا ابو السعد الابوتيجي. وبركة ام النور العذراء مريم تكون معانا ولربنا المجد الدائم الى الابد امين.